والله زمان بقالي فتره ما عملتش فلوج. النهارده هو اخر يوم دراسي، اخر يوم اروح في الجامعه، بس لسه هروح عشان الامتحانات، يعني اخر يوم احضر فيه محاضرات او كده. يعني اول امتحان ليا هيبقى تاني او تالت يوم رمضان، ودي حاجه مضايقاني جدا، يعني مضايقاني جدا. يعني ليه امتحان في رمضان؟ يعني ليه امتحان في رمضان؟ في مشكله ان انت ما عندكش، يعني انت دلوقتي مثلا عارف ان احنا مسلمين، مش في مسلمين في الجامعه، لا احنا مسلمين في الجامعه، يعني ده الاغلبيه. يعني ليه انت ما ترتبش الدنيا بحيث ان الناس دي تمتحن واحد او اتنين في رمضان؟ يعني حتى مش كل الامتحانات، يلا هسهلها لك، لكن مش كل حاجه في رمضان. اصل انت رمضان ده شهر صوم، شهر عباده، ايه هتركبها ازاي بقى؟ امتحانات وتعب قيام. فانت ممكن تيجي تعمل الفجر الساعة مثلا 5 وعندك امتحان الساعة 9 الصبح، طبعا لازم تقوم. غير المذاكرة، غير حاجات كتير. نفسي يبقى عندنا شوية انتماء حقيقي في إدارة حياتنا للإسلام، يعني تبع الإسلام. ليه منسلخين منه كأننا مش عارف مش ولا كأنه موجود، كأنه حاجة لنفسك انت، يعني حاجة مع نفسك. عايز صوم فاهم؟ يعني مش مشكلة، هو جاي في رمضان كده بس ما تقوليش حلها ايه. يعني انا مش ماسك اداره ولا ماسك حاجه، مش مشكلتي. انت دي مشكله انت تحلها. ما علينا، هاخدكم معايا النهارده في اخر يوم. يبقى احنا كده صورنا اول يوم دراسي، وصورنا لحد اخر يوم دراسي، ونصور برضو اخر الامتحانات. ماشي، ان شاء الله يوم جامد جدا. قولوا يا رب يبقى جامد جدا. هو في العاده واحد زي بيدرس هندسه فيومه مفيهوش اي حاجه مثيره انت الناس ممكن تتفرج عليها الصراحه، يعني بس انا بحاول اقنع نفسي واقنعكم ان انتم ممكن تتفرجوا على حاجه مثيره يعني. Let's go. My friend مستر فرج الله، عامل ايه؟ خلصنا اول محاضره وهنروح تاني محاضره، وان شاء الله اخر حاجه خالص. اتلغى على حظي، خلاص السكشن اتلغى. واصحابنا اللي قالوا هيوصلونا باعونا، مفيش حد هيوصلنا. ايه ناخد ايه موتوريكل موتوريكل، ناخد مواصلات بقى ونرجع. يلا على خير. الساعه كام؟ 3 ل 10. يلا. الواحد لما بيركب مواصلات، الله اكبر الله اكبر، كنا نقول ايه؟ المواصلات بتركب يعني بتوصل البيت تبقى خلاص جبت اخرك، انت عايز بس تفصل. انت في نصب، وفي انتهاك للحريات الشخصيه، وسوء ادب، في كميه حاجات بتنتهك وانت طول ما انت قاعد في الربع ساعه ولا النص ساعه دول، بتخليك انت عايز ترجع تاخد دش وتشرب قهوه وتنام وتصحى وتتغدى وتيجي تفصل عن اللي انت شفته ده كله. نفسي بقى نبقى احسن من كده شويه، زي وعمر وشمس ورايح وحاجه لا حول ولا قوه الا بالله. امبارح كان ايفنت اليوتيوب، ما روحتش، مش عارف كان في تسجيل او حاجه زي كده وانا ما سجلتش تقريبا، ولا هم ما بعتوليش، مش مهم. الخلاصه ان انا ما قدرتش اروح الايفنت، ما روحتش الايفنت. بس هل ده احنا مثلا ما نكملش خالص؟ هنكمل عادي جدا، بالعكس هنشد حيلنا اكتر. ف زي ما احنا كده باقي 10 ايام على الامتحانات بتاعتي، وباقي اقل من اسبوع على رمضان. لو انت بتمتحن دلوقتي فربنا معاك، ولو انت لسه هتمتحن فشد حيلك في المذاكره وحضر كويس من دلوقتي. بس كده. شكلي غلطت عشان دخلت هندسه. ده طبيعي، اي حد في هندسه بيقول الكلام ده لنفسه، او في طب تقريبا كمان، يجي يقول لك انا شكلي ندمت انا دخلت طب، او شكلي ندمت انا دخلت هندسه. وانا شكلي فعلا انا بقول كده. هننام عشان ورانا مذاكره كتير قوي، انا مش مصدق نفسي. يلا ايوه كده، واحد ينام كده يفصل خالص عن الدنيا عشان يعرف يكمل اليوم بتاعه طبيعي جدا. طيب دلوقتي احنا هنعمل قعده مذاكره. يعني ايه قعده مذاكره؟ يعني انت بزق اللابتوب ده كده، اللابتوب ده بزقه لجوه كده، تمام، وبعد كده بحط المذاكره اللي هذاكرها هنا دي كده، وبفتح ساعات النور العالي او افتح ده او مظبط الاضاءه عندي عشان بحيث ان نظرك ما يبقاش ضعيف على اللي انت هتذاكره، وابدا ايه اذاكر بنفس الطريقه. بحط نفسي مثلا هخلص مثلا الحته دي وبعد كده اعمل حاجه معينه، فانا دلوقتي هخلص حاجه معينه وارجع لكم تاني، تمام كده.
لسه جاي من العشاء وهنعمل دلوقتي اللايف بتاع العشاء. يلا تعالوا بقى ايه اوريكم ازاي بنجهز المكان عشان نطلع لايف. جهازات بسيطه بس خفيفه وحلوه. اول حاجه بنفتح دي الدايره اللي كنت عاملها عشان اشغل اللمبه دي بالموبايل. المهم فانا خليتها دلوقتي ايه لمبه عاديه. ايه ده؟ ايه اللي بيزمر ده؟ انت فاكر ولا ايه؟ شكله في مشكله في البتاع ده. بعد الامتحان بقى يا صاحبي نشوفك، مش مشكله. يلا ماشي. وبنعمل ايه؟ بنقفل النور وبنروح نجيب المروحه. بستعمل مروحه كاضاءه. ايوه تمام كده. بنستعمل الكشاف الصغير الجميل ده كده اهو. ايوه تمام. وبنجيب الموبايل ونطلع لايف بس. شفتوا الوحش ده دي حاجات بقدر اسمعها كده وانا في المحاضره. لو الحاجه بتتعاد ولا مش عارف ايه ولا بيضيعوا وقت بقعد ارسم. مالناش دعوه. نحط الموبايل هنا كده بحيث ان هو يبقى ثابت واتجاه واحد، وبظبط زاويته مثلا كده مع الكاميرا بتاعه ونطلع لايف على طول. بس الموضوع سهل جدا. انا حاليا الايام دي بعمل لايف بعد كل عشاء، فعارفين كده بفضفض اللي هو بتقعد في فكره عايز تتكلم معاها مع الناس. نفسي يبقى في مثلا حد يناقشني في الفكره دي او نصيحه او تبقى حاجه لذيذه لما تعمل كونتاكت مع الناس على طول مباشره يعني. ده نويز نسميه ايه؟ باقي اقل من الاسبوع. بصوا كده بس. بسم الله. ايوه كده. دلوقتي احنا لايف. الفلوج بتاع النهارده اللي هو اخر يوم دراسي. خليك انت هنا كده عشان ايه؟ عشان نتكلم احنا هنا في المباشر في اللايف. يلا سيبكم عشان اروح اذاكر. السلام عليكم. بس كده خلصنا اللايف. اوف كورس احمد ابو زيد بتاع دروس اونلاين كل مو قاعد بحبه جدا احمد. فظيع. المهم نو هارد فيلينجز. دلوقتي انا هعمل فيديو مش هحطه في الفلوج، هحطه بره فهفصله يعني دلوقتي. بس كده خلصنا الفيديو. هتشوفوه ان شاء الله مع الفلوج او بعد الفلوج او قبل الفلوج يعني. ربنا يسهل كده. نكمل مذاكره بقى عشان كفايه كده. اشهد ان لا اله. سمعتوا ده؟ ده اذان الفجر. الجلابيه دي يا بتنزل كل رمضان. اول مره اظهرها قدام الكاميرا، اول مره البسها اصلا من ساعه ما عملت فلوج. جلابيه. وطبعا بما اننا بنسخن شويه لرمضان فطبعا ان شاء الله هنحافظ على سنن الرواتب، فهنصلي ركعتين قبل الفجر عشان نسخن. مش عارف منفوخ ليه كده؟ في ايه؟ يا صرت عليا ولا انا ضربت ولا انا مش عارف في ايه. تمام كده باين كده ان دي قفش عليا بسبب ان ظهري المجانس كبرت شويه فضغطت في عرض الجلابيه فشد كده عليا قوي. يلا مش مشكله، كله يروح في سبيل المجانس. ذاكرت شويه وحشين الصراحه، مش ده انا كنت عايز اذاكره يعني. بذاكر وامشي واجي واروح واكل ومش عارف ايه وبتاع واتفرج شويه على حاجه يعني اوعى كنتوا تفتكروا بذاكر من ساعه العشاء لحد الفجر بذاكر يعني. لا الكلام ده ما بيحصلش حضرتك. واجب التنويه يعني. الحاجه اللي ما بتخلكش موتيفيتد اللي هو انت بتدفعك انك تذاكر كل حاجه كده وتبقى عندك شغف ان انت مش عارف الكلام ده هتعمل بيه ايه يعني. الحاجات دي انت عمال تكتبها بقول لك كام 4 شهور وانت عمال تحل في معادلات. بص معادلات كتير فانت عمال تدش في حاجات كتير قوي. بره بيحاولوا ازاي يطوروا التعليم يعني. انا سمعت ان في جامعه هتتعمل هتغير نظام التعليم خالص. هيخلوا ان الترم او السنه ما بتبقاش عباره عن مواد
مش دي فكرتها. انت بيبقى عندك تارجت معين، تعمل بروجكت معين، طبعا بتكلم على هندسه يعني، تعمل مشروع معين كل سنه او كل ترم، وبتاخد بقى ادوات معينه بتتعلمها عشان توصل للهدف بتاعك ده. فانت في الاخر بتتعلم معادلات او بتتعلم برنامج او بتتعلم ماده معينه عشان تعمل مشروع معين انت لازم تخلصه في اخر السنه او في اخر الترم. ده اللي انا شايفه الصراحه في قمه الروعه، ان انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف انت بتعمل الحاجات دي ليه عشان توصل ليه. طبعا انا يعني نفسي في يوم من الايام ان احنا بنبقى كده، بس احنا خرجنا من الترتيب العالمي. احنا خرجنا من الترتيب العالمي بتاع التعليم، فاحنا مش عايزين نطور، احنا عاوزين نرجع اللي هي الحاجات العاديه، فهمت؟ وبعد كده بقى نبدا نطور بقى. والله شر البدايه ما يضحك يعني. ما علينا، كفايه كده لحد هنا. انا هنقفل بقى الكلام ده وننام عشان نلحق نكمل الاسبوع الجاي، اليوم الجاي التاني، ونمنتج الكلام ده وبس كده. يا يلا ان شاء الله اشوفكم على خير. يلا السلام عليكم.